يا مرحبا، يلا حيهم. صوتي يعلمكم، صوتي يتكلم بالنيابة عني ويعلمكم وش وضعي اللي أنا فيه. طبعا ما أدري هي زكمة، هي من فندق الرجال اللي في الطابق ال11، ضربت الجيوب اللي فيه ما أدري. المهم، قصتنا الليلة عن واحد كوش على بطل العالم، هو بطل العالم في النحاسة. حلو. هذا صبي قال له متعب. متعب ذا الله يسلمكم شاب مراهق ويحب بنت عمه اسمها جوزة، ومتربين مع بعض، يسرحون عند الحلال ويتواجهون ويسولفون حب عفيف. فكبروا، كبروا وكبر حبهم معهم، وكان حاجرها قارعها. أنت يا متعب. مرت السنين، مرت السنين على متعب وجوزة. تزوجوا. يوم تزوجوا فصار كلهم يبادر للثاني. مثلا متعب شاف انه ضايق جوزه او زعلها في شيء، بادر هو بالصلح، حاول يكسبها. هي بالمثل، و... وتم حبهم يكبر معهم، هم يتقدمون بالسن وحبهم يكبر. دارت سنين، والله رزقهم بولد سموه علي. وقعدوا عايشين حياة ولا أروع، اللي هم جوزة ومتعب وعلي. ليلة من الليالي هم ممسين، توعى متعب. شو اللي وعاه؟ توعى متعب على كحة مرته. كحة شينة قوية ومتواصلة. فقام وحط يده تحت راسها وعنزلها قعدها. قال لها جوزة ايش بلاش عسى ما شر. قالت ما ادري جاتني كحة، بس جبهتها ما عليها حرارة. جاب لها كمادات حطها على صدرها، راح يخلط لها حليب وزنجبيل وما ادري ويش ويسقيها. الكحة بالعكس تزيد. بعد تاخذ لها خلق عندها وتحطها على ثامها وهي تكح. عقب شرغت، كحت شينه وشرغت. خذ القماش منها متعب وعنزلها قعدها. ويوم هدت تزيد سدحها. يوم التفت على القماش فيه دم. وش معناتها؟ معناتها فيها السلة، اللي هو السل، التيبي. هذا ذاك الوقت كانها الطاعون وكانها الجديري وكان ما له علاج، مميت. بعد ما علمها عشان ما تضايق. قعد ما يدري ايش يسوي، ضايق تنبه الوسيعة. يحبها حب مو طبيعي، وهي تستاهل. هي مساعدته بعد على الدنيا، ما ساعدت الدنيا عليه. المهم راح يدور بين القبائل للحكماء اللي فيهم خير. عين له ذاك الحكيم وعلمه. قال له مرتي كذا 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 كذا. قال بشوفها، لازم اشوفها. راح لها وشافها. قال له الحكيم ذا مرتك فيها سل، ولكن فيه امل. هل انت مستعد انك تسوي الشيء هذا؟ قال لي بالله. وش الامل؟ قال فيه العشبة الفلانية. قال الحكيم ذا المتعب فيه عشبة، العشبة الفلانية في المكان الفلاني، تقدر تجيبها؟ المكان الفلاني هذا فيه جماعة، الجماعة هؤلاء مكروهين، ومن جاهم ما عاد ظهر من جفرته، خلاص قتلوه. قال متعب أنا بروح بجيب العشبة ذي واللي فيها. قال له الحكيم أنت صامل؟ قال صامل. قال طيب، إذا جبت أنت العشبة تغلي العشبة في ماء وتسقي زوجتك صباح والمساء، صباح والمساء 3 أيام، وبتشوف التحسن فيها بإذن الله من 3 يوم. قال له متعب طيب. خذ متعب من فرشة، زودها بالذهب وخذ سلاحه وحرك.
روح متعب كان حزته عصير، ومر على تيك السمرة الكبيرة في ذاك الوادي، يمر عليها فيها جراء ذيب، تلفت يمين ويسار ما شاف شيء. قال الذيبة أمها أم الجراء ذي أكيد أنها رايح تخرب لها على جماعة، خلني أكتلها. يقرب عليها مع عجرة ويكتل الجراء ويحرك. حرك ما بعد من السمرة ذي، ويشوف لها أذن كبير يتدلى. يوم أقبل عليه فلا عنده بير تحت الإذن، ربط أفرشه عقب ما حول منها عند الإثل ذا، وقعد يطل في البير يبغي يجي له بماء يسقي فرسه ويشرب. عاد متعب يطل في البير، ذهب الفرس مستريبه عندها حركة، فالتفت يوم التفت فلا ذيبة مقبلة على الفرس. البير ذي اللي هو عندها ما بعيد من السمرة اللي هو كتل جرى ذيبت فيها، فلا ذيبت وقلت على الفرس. فقعدت الفرس تلتطم وتناتق، وقطعت الجامها وحركت بالزاد والسلاح. صفوا ويش متعب والذيبة. انكس راسك يا متعب في البير، في حول في البير. تجي ذيبة وتطل عليه وتصدر أصوات مرعبة كانها تحلف فيه، قاهرها كتل جراها ما هو يطلبهاش، وتجي وتتكي على طرف البير، ويروح الليل كله. يوم جحول نص الليل، يوم جاء نص الليل ولا عقب نص الليل، فلا يد أذيبة تدلى، يشوفها متعب تدلى عليه من فوق، درى انها رقدت. طبعا البير ما هي وسيعة وفيها غيران، في جالها غيران، قاعد يظهر بدون صوت شوي 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 شوي. يوم قرب قدح عند يد الذيبة، في ثبت نفسه في غيران في جال البير، وينتق الذيبة يحذبها في البير ويظهر. المهم يوم ظهر قال انا لازم اضمن انها ما عاد تلحقني، فيقعد ياخذ من ذا الحصى الكبار ويحذف عليها، ياخذ ويحذف ياخذ ويحذف الين ماتت. يوم ماتت في كم طريقه، ويقعد مع الصبح ويظهر عليه الصبح وعطر وجهه ويسرح نهاره كله، وتغيب الشمس ويروح ويسري من النهار الاخر في كمل يمجي حول الظهر، فلا يقعد خلاص وقف ويطيح. وقف متعب، وقف جهده، طاح. يوم ما ادري وش وقته وش حزته، فلا جايه اثنين على خيولهم. يا ولد يا ولد انت حي، انت انس انت جن؟ ما يرد. الرجال استطرب من الروع، فقال له حداهم انت متروع، هز راسه مثل. قال طيب. شلوا الرجال وراحوا به قبيلته، قعدوا يعالجونه ويماسلونه هنا الين الله فك له وانطلق لسانه، علمهم بالسالفه كامله من يوم حرك من هذا ومرض امرته والذيابه الجرى وامهم وكل شيء. قالوا له الرجال فيهم واحد اسمه حسين، قال له حسين يا ولد العشبة ذي ما هي بحولك، والعرب اللي قال له حسين العشبة ذي ما هي بحولك، والعرب اللي عندهم لا تجيهم ما عاد وصلت انت هلك راجع، شوف لك حل ما هو بالعشبة ذي. قال العشبة ذي بجيبها، ابغي منكم فرس وسلاح، واذا عودت اعطيتكم اياها ان شاء الله. قال له حسين ما انت ماخذ فرس ولا سلاح، كون انا عظامي على عظامك، ما انت برايح لحالك. يا من غدا يا من جاء يا قال له حسين والله ما ذوق حاجة، تبغى تروح على رجيلك روح ولا خلني اخويك. المهم ان متعب طاع حسين، ركبوا وحركوا. يوم قدهم نص الليل فيقدهم وزان العرب قريب منهم، ولا العرب ممسين. قال له حسين خل احنا نحول صوب العرب، نحش اللي احنا نقدر عليه من العشب عشبة ذي ونعود.
قال متعب طيب. حولوا وقعدوا يحشون من العشب لهم قدروا عليه، عادوا يعشون. فلا يلا يكرمكم الكلاب يوم انتبهت له وبيتت العرب نبح. قال له حسين اخذ العشب اللي معك روح انا بالهي الريجي. يا ولد قال اسمع الكلام. يطيح افرسها انت يا متعب ويسند. يوم قده معده بقريب قال انا وش انا سويت؟ كيف اروح واخلي رجال رايح معي وما له لزوم؟ والله العظيم ما اروح. عود عليه. يوم عود في حوطونه الريجي قالوا سلم تسلم ولا والله انت الحق خويك. قالوا ايش بلا خويك؟ قال شي ذاك خويك جثة هامدة. يوم تفكر فلا ذاك حسين ناقع في دم ميت. سلمهم لحيته. لا هو اللي قاعد مع اخويه في البداية، لا هو اللي قاعد مع اخويه ولا هو اللي طس وحق خويه. يوم مختلف عود قبضهم لحيته. المهم كتفوه وحفروا له حفرة وبقوا حطوا فيها الى ما عاده بظاهر الا راسه ودفنوه. وقعدوا يمرون عليه اللي يشوته واللي يصبغه حتى بزرانهم يسوون حركات بعد فوقه هي كويسة. المهم شيخ القبيلة ذي له اخ من نبيه وام الصبي ذاك اللي هو اخ الشيخ تكره الشيخ ذا. ليه؟ لانه يوم مات الشيبة افشاخ الصبي ذا ما شاخ ولدها تبغي تخلص منه في طريق. يوم امشى العرب فجي متعب قالت له انا بأطلق سراحك ولكن تعطيني وجهك ومن الله ان تنفذ اللي بقول. قال متعب علميني وش اللي انت تبغين. قال لها متعب علميني وش اللي انت تبغين يمكنني ما اقدر اعطش وجهي واسرق في وجهي. قالت ابغيك تقتل الشيخ السلاح موجود كل شيء موجود الامور كلها برتبها لك بس تقتل الشيخ ولا تعطيني رد الحين. انا بجيك قابله الحزه وبشوف ردك. طيب قال لها متعب طيب. راحت. قاعد متعب يفكر بينه ونفسه قال انا ليه ما علم الشيخ انه يكاد له مكيده يمكن يفكني اروح لهلي. قاعد يوم ظهر الصبح يقعد يتفكر ويمر عليه ذاك الراعي. قال يا ولد الشيخ الفلاني يبغي الشيخ فلان انا ابغيه. قال وش تبغي بحلمني وانا بوصل له المعلومه. قال لا لازم هو يجيني. المهم انه لزم على الراعي ذا وراح ودعا الشيخ جاه الشيخ جاء متعب قال له خير وش عندك يا انت مزعجنا ومقلقنا وابغي فلان ها جيتك وش تبغي؟ قال يا شيخ فيه موضوع بيمنع عنك ضرر وبينفعك لو علمتك به واثبت لك ودريت انت اني صادق هل بتطلق سراحي؟ قال والله نطلق سراحك ونعطيك اللي تبغي لو ثبت انه فعلا بيمنع عني ضرر وانك صادق. قال طيب انا جاني مره ذا وصفه وذا وصفه وذا وصفه. قال له الشيخ هذا وصف زوجتي بي. قال المهم جاتني وقالت اذا ما قالت واذا ما قالت واذا ما قالت وتبغيني اذبحك. قال زوجتي بي. قال نعم. قال وش يثبت لي انك صادق؟ قال يثبت لك انها بتجيني الليل نص الليل علشان تاخذ الرد مني هل انا بذبحك ولا لا؟ قال ليه وش تبغي؟ قال ما ادري. قال له الشيخ يعني بتجيك الليله تاخذ منك الخبر وردك هل انت بتذبحني ولا لا؟ قال له متعب نعم. قال طيب انا بس تحجي لي في مكان ما تشوفني فيه بس تحجي يعني بتخبى بيكمبر يعني بيطل عليها كذا ف وبشوف هل انت صادق ولا لا؟ قال له متعب طيب. وفعلا استحجى الشيخ ويوم جاء نص الليل فهذه ضاوية. قالت ها وش قررت؟ قال ما انا مستخير ولا انا بذبح الشيخ. قالت بتخيس في مكانك ذا وبتذبح. قال لا ان شاء الله ما انا بذبح. قالت ولا يها بتطيح كبده تبغيه يذبحه. المهم عادهم اذا الاثناء فلا الشيخ ظاهر عليها ويذبح الشيخ ويوصي على اخيه قال له تعال شل امك اللي تبغي تذبحني وفارقني انت وياه. ويطلع متعب من
أنا دايما أتفكر يمين وأتفكر فوق، ترى ما نقرأ، أسترسل. المهم أعطاه الفرس وأعطاه الزاد وأعطاه العشبة اللي هو يبغي، وأعطاه سلاح وحرك. عود على جماعة حسين وإيما بالله، قالوا له جماعة حسين، وين حسين؟ قال حسين قتلوه الرجل. ثاروا جماعة حسين، قال أين خير؟ ثار حسين، والله أنه في رقبتي ما يروح بإذن الله، ولو مت والله أنه في رقبة ولدي علي، فإما أنتم مرخوصين خلوني أنفذ وصاة حسين. حسين قايل لي رح وصل لمرتك علاجها، بوصلها العشبة وبجيك وبغزي معكم، ولو مت بيجيكم ولدي. قالوا له الجماعة طيب. وفعلا راح، وجاء مرته يوم جاها فيقدها متكلفة جدا لدرجة انها ترجع دم. الله يكرمكم. سوى الطريقة، فوح وصل متعب وقعد يغلي لها العشبة ويبرد الماء إلى قدها كسر حرارته. أعطاها صبح ومساء. قالت له متعب، قال لبيه. قالت أنا لو مت بتزوج علي؟ قال لا والله، والله ما أعرف مرة إلا أنت. قال طيب. قعدت تبكي، قعد هو عندها ويبكي، حوال الله يشفيها إن شاء الله. المهم أنها تعافت. متعب خذ القدح اللي هو يسقيها منه، شرب منه بالغلط، صاحت فيه مرته. قال هي المقسوم بياتي. وعقبه قاعد يكح متعب، مر نقل شره من المغرف اللي هو شرب منه. فهنا صار عدم التوازن، بدأت جوزة تعافى وبدأ متعب يتدانى. المهم انه تكلف متعب ودعا ولده علي، قال يا علي فيه الجماعة الفلانيين في المكان الفلاني اللي هم في رقبتي دين، راح سدد ديني، انا معدي قايم من جفرة ايدي. وفعلا قعد له كم يوم ومات. ركب علي وراح للجماعة، جاهم قال انا ولد ذاك الرجال وابغي اسدد ديني باللي عليه. قالوا له وين الرجال؟ قال الرجال يطلبكم البيع. قال دينه نبغيك تغزي معنا. قال تم، استمهلكم بس اعلم جماعتي. قالوا له خذ راحتك. عود جماعته وعلم، قال يبي كذا كذا كذا، وذا ما وصاني به وذا ما وصاني به، يوم جيت رجيل فلا دينه اني اغزي معه. قالوا له الجماعة دين بيك من ديننا وحن معك. قاموا معه الجماعة كلهم، راحوا جماعة متعب مع ولده علي، وحول على جماعة حسين وغزوهم وياهم وأبادوا القبيلة ذا النجسة اللي من جاهم ما سلم منهم، وتسمحت الأمور ومتعب مات. ها وش رأيك بهذا الرجل؟ مو مقلوع. سلام عليكم.